ليس هنا فقط يعزف النشيد الوطني المصري مع نظيره الجزائري، وليست تلك هي المرة الأولى التي يصطف فيها الجزائريون بجوار المصريين كتفا إلى كتف. مشت مصر والجزائر معا طريقا طويلا على جسر من النضال والثورة. هذا الطريق توج بالوقوف معا في خنادق القتال بحثا عن النصر والكرامة. في منتصف القرن الماضي كانت القيادة المصرية هي أول من تبنى الثورة الجزائرية، ففي عام 1953 ومن إذاعة صوت العرب أعلنت ساعة الصفر للثورة الجزائرية، وتم إعلان الحكومة المؤقتة من القاهرة إذانا ببدء كفاح شاق وصعب لبلد المليون شهيد في مواجهة المحتل الفرنسي. مطرح ما نمشي فتح النوار، ننهض في كل صباح بحلم جديد، صور نعيدك كانتصار لم يقتصر التأييد المصري على الدعم المعنوي فقط، بل شمل الدعم المالي وتعداه إلى الدعم بالأسلحة والتدريب العسكري في معسكرات مصر وكلياتها الحربية. كما استضافت مصر وضمنت اللجوء السياسي لثوار المقاومة الجزائرية، ومنهم أحمد بن بلة وهواري بومدين الذي تلقى في مصر التدريب العسكري اللازم عام 56 بعد اختياره هو وعدد من رفاقه لمهمة حمل السلاح. وقد أحرزت مصر هدفا مهما حينما دعمت مشاركة وفد جبهة التحرير الوطني الجزائرية في فعاليات مؤتمر باندونغ عام 55. ساهمت هذه المشاركة في تدويل القضية الجزائرية، والتزم المشاركون في المؤتمر بتقديم المساعدة المادية للثورة الجزائرية وتأكيد شرعيتها وعدالة مطالبها. We make no apology and will never make one for the action which we تعرضت مصر جراء مواقفها المبدئية المساندة للثورة الجزائرية لضغوط وتهديدات من قوى دولية، في مقدمتها فرنسا التي رأت في التعاون والتنسيق المصري الجزائري تهديدا لمصالحها في المنطقة العربية. كان العدوان الثلاثي عام 1956 إشارة واضحة من قبل هذه القوى للحكومة المصرية لوضع حد لدعمها لجبهة التحرير الوطني. نقول لهم ليه ضربوا؟ ليه فرنسا مشات على 3000 كيلومتر تضرب على القناة؟ لا والله مش على القناة، لأن شافت شيء خطير 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 خطير، وهي الثورة اللي قامت في الجزائر واعتنقت مع شيء آخر، وهذا كان خطر بالنسبة للشيء. جميلة بوحارب إحدى أيقونات الثورة الجزائرية، وأيضا اسم لفيلم سينمائي شهير يوثق لتجربة النضال في الجزائر. الفيلم تم إنتاجه في مصر عام 58 وأخرجه يوسف شاهين. أنا عارفة أنكم هتحكموا عليا بالإعدام، وكل جريمتي وذنبي إني بحب وطني. من جهتها شنت إذاعة صوت العرب المصرية حملة قوية تضامنا مع العمل الثوري الجزائري الذي تصاعد في تلك الفترة حتى نالت الجزائر استقلالها. وحينما كانت مصر في أتون حربها مع إسرائيل عام 73 لعبت الجزائر هي الأخرى شوطا متميزا، حينما شاركت برجالها وسلاحها ونفطها أيضا في حرب أكتوبر، واختلط الدم الجزائري بالمصري على أرض سيناء حتى تحقق النصر في جولة مصرية في مواجهة الدولة العبرية. واحتفاء بذلك النصر العظيم شاركت الفنانة الجزائرية وردة على طريقتها الخاصة في التعبير عن فرحتها على أنغام المصري بليغ حمدي الذي تزوجها في العام نفسه.
مصر. تحيا الجزائر، قالتها الجماهير المصرية هذه المرة حينما احتفل الجزائريون للمرة الأولى بصعودهم لكأس العالم في كرة القدم. وفي عام 89 صعد المنتخب المصري أيضا على كتفي شقيقه الجزائري إلى كأس العالم. ورغم أن المباراة شهدت منافسة حامية وبعض التوترات، إلا أنها انتهت بحجز بطاقة عربية في كأس العالم إيطاليا 90. وتمر الأيام حتى يجتمع المصريون والجزائريون على حب اللاعب الفرنسي الجزائري الأصل زين الدين زيدان، الذي بلغت نجوميته ذروتها في كأس العالم عام 98. مش ممكن خليني نحكي، خليني نعبر، خليني نريح ونرتاح. مش ممكن يا زيدان، كم أنت كبير يا ابن الصحراء يا زين الدين زيدان. اللقاءات المصرية الجزائرية لم تتوقف، وهذه المرة لقاء فني جديد حينما التقى المطرب المصري عمرو دياب مع زميله الجزائري شاب خالد ليقدم معا عملا مشتركا تابعه محبوهما عام 99. تابعت الجماهير الجزائرية بشغف انتصارات المنتخب المصري في كأسي الأمم الإفريقية في القاهرة ثم غانا، وخلالها تعلقت قلوب الجزائريين بنجم مصري محبوب. أحبت الجزائر أبو تريكة فأحبها وسافر إليها ليلتقي محبيه هناك ويستلم جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2008 وفقا لاستفتاء جريدة الهداف الجزائرية. وهناك استقبل استقبالا حافلا يعكس مكانته في قلوب جموع الجزائريين. يعني طبعا الشعب الجزائري، الجزائر بصفة شخصيا من الدول أنا بحبها جدا على المستوى الشخصي. سياسيا تحظى العلاقات بين مصر والجزائر بمكانة متميزة كامتداد طبيعي لطريق واحد مشته الدولتان على مر الأيام والسنين، ونشيد وطني يغنيه الشعبان معا في ساحة نضال مشترك أو على بساط أخضر ومنافسة رياضية شريفة.